السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده وصفه الصابون السائل الحلوه دي. ما شاء الله شايفين رغوته عامله ازاي، وكمان ده انا خفاه بميه حلو جدا. وهنعمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي ب 30 جنيه بس. هتعملي احلى صابون مركز نظافه وريحه كمان. يلا نشوف عملناه ازاي. جبت تركيبة الصابون السائل دي زي ما انتوا شايفينها كده، طلع منها اسماء شركات كتير جدا. الحقيقة كنت بدور عليها عندنا في البلد ومش لاقياها، فلما جيت هنا ولقيتها حبيت ان انا اجيبها واجربها معاكم علشان اقول لكم على النتيجة. هنقول بسم الله كده وهنفتح المنتج، وزي ما قلت لكم هو في منه اسماء كتير، فعلى حسب الشركة اللي هتلاقيها. وكل اللي جرب اي شركة قال عليها ان هي حلوة قوي. هنقول كده بسم الله ونشوف. في اللي هو الكيس البودر ده، وكيس جل كده، وهمشي على الطريقة بتاعته اللي مكتوبة على الكيس. مكتوب يوضع خليط كيس المعجون. بسم الله. وبعدين الكيس البودر، وبعدين هنقلبهم الاول مع بعض. انا ماشيه على الخطوات اللي مكتوبه على الكيس. بعد ما قلبتهم مع بعض كويس هبدا اضيف الميه ببطء زي ما مكتوب على الكيس. كده ضفت ميه حوالي نص الكميه. هضيف بقيه كميه الميه. كده خلاص مكتوب على الكيس يترك على جنب لمده ساعتين حتى تمتزج المكونات مع بعض. فانا هسيبه ساعتين وبعد كده نرجع نشوف شكله بقى عامل ايه. كده شكل الصابون بعد ما خلص خلاص، بس الحقيقه انا ما سبتوش ساعتين بس زي ما مكتوب على الكيس. بعد ساعتين حسيت ان هو لسه خفيف شويه فسبته لتاني يوم. شايفين ما شاء الله اللهم بارك بقى عامل ازاي، حلو جدا. وبقيت كل حوالي ساعتين كده اروح اقلبه، افضل اقلب فيه كده. هو كده التقل حلو جدا، ولا هو تقيل قوي ولا خفيف. لو انت طبعا عايزاه اتقل من كده هتقللي كميه الميه، لو عايزاه اخف هتخففيه. بس هو كده حلو للاستخدام على طول، حلو جدا اللهم بارك. وريحته تحفه، وطبعا اوفر بكتير جدا من اللي احنا بنشتريه، واحلى كمان من الصابون السائل اللي بنشتريه. يعني احنا ساعات بنجيبه كده من بتاع منظفات سائل، ما بيبقاش حلو زي ده كده. شايفين اللهم بارك، كل ما تقلبيه تلاقي الرغوه طالعه حلوه جدا. وبكده ابقى خلصت معاكم فكرة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الفكرة بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.